تعالوا نعمل سوا 3 وصفات في 3 أيام في 30 دقيقة بس. والنهاردة أول وصفة باستا كريمي بيزل صوص. أول حاجة هنحط الزبدة وعليها رشة زيت عشان ما تتحرقش، ولما الزبدة تسيح هحط لها الثوم المفروم. لما ابتدي أشم ريحة الثوم هحط المشروم المتقطع. ممكن ما تحطوش مشروم وممكن تحطوا بداله فراخ لو عايزين، أو تحطوا مشروم وفراخ مع بعض. هقلب المشروم كويس وبعدين هحط معلقة كبيرة ريحان، ممكن كمان استخدم ريحان فريش. هقلبه ولما اشم ريحة الريحان والثوم مع بعض هحط واحدة مرقة، وهحط 2 كوباية كريمة، وكوباية من مية سلق المكرونة. مية سلق المكرونة دي عشان فيها نشا هتخلي الصوص يتقل. أول ما الصوص يغلي هحط الجبنة المبشورة، وبعدين هظبط الملح والفلفل، بس خلوا بالكم عشان الجبنة بيبقى فيها ملح. دلوقتي هحط المكرونة المسلوقة وهسيبها مع الصوص 5 دقايق على النار عشان ياخدوا من طعم بعض والصوص يتقل. بعد ما احط الباستا في الطبق هزود لها جبنة مبشورة تاني. وكده خلصنا الباستا في أقل من 30 دقيقة.